ازاي الهاكر بيشفر بياناتك في ثواني ويطلب منك فلوس. تخيل عايز تبعت لصاحبك كلمة كات بس مش عايز حد يفهمها غيركم. أول حاجة هتختار مفتاح بينك وبين صاحبك مثلا رقم 3، وبعدين هتاخد كل حرف نحركه 3 خطوات لقدام بالأبجدية. يعني سي هتبقى اف، وايه هتبقى دي، وتي هتبقى دبليو. كل حرف اتحرك عدد خطوات المفتاح اللي انت اخترته انت وصاحبك. ولو عايز تفك التشفير هتاخد المفتاح وترجع كل حرف 3 خطوات لورا فهترجع كلمة كات. ودي طريقة تشفير مبسطة اسمها سيزر سايفر. لكن في حالة فيروس الرانسوم وير الهاكر هو اللي بيحتفظ بالمفتاح ويطلب الفدية مقابل انه يفك تشفير البيانات. تخيل انك عندك خزنة في البيت، فجأة صحيت لقيت واحد حط قفل على الخزنة بتاعتك وطلب منك فلوس عشان يديك المفتاح بتاع القفل الجديد. المشكلة هنا انك لو حاولت تكسر القفل الجديد ممكن تبوظ الخزنة او تكسر الحاجات اللي فيها. نفس السيناريو ده بيحصل لما الهاكر يشفر ملفاتك ويطلب منك تدفع مبلغ كبير عشان يفتحها. للاسف حتى لو دفعت مفيش ضمان انك هتاخد المفتاح او ان البيانات هترجع من غير مشاكل. طب الهاكر بيوصل لك ازاي عشان يوقعك في المصيدة ده؟ انت عايز تنزل برنامج بس البرنامج ده اشتراكه غالي، فبتروح تنزله من على الانترنت من مواقع مشبوهة ببلاش وتعمل له انستول. طبعا غير انه حرام فمفيش حد بيعمل كده لوجه الله. هو بيديك البرنامج بس في نفس الوقت بيحط جواه فيروس يشفر كل ملفاتك في ثواني، وبيسيب لك تكست فايل مع كل ملف متشفر. لو عايز تفك التشفير ادفع لي المبلغ ده. طب ازاي تحمي نفسك؟ انك تنزل كل حاجه من المكان بتاعها المخصص حتى لو بفلوس، لان فلوس فك التشفير هتبقى اكتر من فلوس البرنامج. ولو عايز تعرف ازاي ترجع ملفاتك اللي اتشفرت اعمل لي فولو واستنى الحلقه الجديده.